السلام عليكم، أهلا بكم متابعي الكرام. أسطورة الكاميرون محمد إدريس يفجرها من جديد، ويؤكد تلقي الحكم الجامبي بكاري غاسامة رشوة من إيتو لشراء التأهل للمونديال على حساب الجزائر، وهذا ما قاله: أنا مسؤول عن تصريحاتي ولن أتراجع عنها. نعم، تأهلنا برشوة عظيمة لبكاري غاسامة، وهو شخص مدلل عند صامويل، فقد فقدنا التأهل بهزيمتنا في غابوما بنسبة 100%. وكرويا لا يمكننا الصمود ضد الجزائر، وهذا أسوأ جيل في تاريخ الكاميرون، ولعنة الجزائر ستطاردنا إلى الأبد. لقد سرقنا حلم شعب بأكمله. إيتو ليس شخصا نزيه، نعرف كلنا كيف فاز برئاسة الاتحاد الكاميروني بتلاعبات ورشاوي وتواطؤ وزير الشباب والرياضة الكاميروني. سنعود بإقصاء فظيع وخيبة أمل من مونديال قطر، لأننا لا نستحق التواجد هناك. تاريخ الكاميرون في كرة القدم صنعه لاعبين عظماء من أمثال نيمفيدي وأومنبيك وروجي ميلا، وحتى جيلنا كان يقوده مبوما وفوي وجيريمي. الكاميرون بلد عظيم في كرة القدم، وحتى عندما كان عيسى حياة رئيسا للكاف، كنا ننافس بشرف ولم نلجأ إلى أساليب قذرة ضد منتخبات إفريقية.